وبعد عرض 10 حلقات انتهى مسلسل مملكة الحرير، واحد من المسلسلات اللي نزلت خلال الفترة الأخيرة واللي حققت نجاح جيد. مقدرش أقول نجاح كبير وهنقول ونتكلم في كل ده، لكن حقق نجاح وسط الجمهور اللي كان عامل حالة ومنقسم حوالين المسلسل. في اللي كان شايف ان المسلسل فيه ايجابيات كتير، وفي اللي كان شايف سلبيات كتير، في اللي كان بيدافع عن المسلسل، وفي اللي كان بينتقد المسلسل. ودي حالة حلوة انا استمتعت بيها وانا بتابع المسلسل وبشوف اراء الجمهور في كل حتة، اراء خلتني اخد بالي من حاجات ممكن ما بقاش كنت واخد بالي منها وانا بتابع وبتفرج على مسلسل مملكة الحرير. انا بعد ما شفت العشر حلقات وخلصت الموسم الاول، وليه بقول الموسم الاول؟ لان في تلميح ان في احتمال ان يكون في موسم تاني. بعد ما اتفرجت على 10 حلقات للموسم الاول، جاي هنا نراجع ونتناقش مع بعض او كل شيء يخص مسلسل مملكة الحرير. انا كده كده ميت، وحتى بعد موتي هيفضل القصر ملعون بالدم والطاعون والنار. اعتبريني ملاك، بس ملاك الموت. فقبل ما نبدا الحلقه ما تنساش دعمك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. معاكم اخوكم اسلام. وقبل ما اقول نبدا الحلقه، جهز كوبايه القهوه او الشاي او مشروبك المفضل، لان الحلقه هتكون طويله، لان انا جاي اتكلم بكل حريه، لا منحاز لحد، جاي اتكلم واقول رايي ومشاعري وكل حاجه شفتها وحسيتها نحو مسلسل مملكه الحرير. فيلا بينا نخش في الحلقه على طول. جه الوقت الجن يخرج عشان اعرفهم انا حسيت بايه. مسلسل مملكة الحرير، تعال الاول نبدا هناخد كل حاجه خطوه بخطوه. تعال الاول نتكلم ونتعرف على ابطال وصناع العمل. والمسلسل بيضم عدد كبير من النجوم مع حفظ الالقاب للجميع. كريم محمود عبد العزيز واللي قايم بدور شخصيتين، الامير شمس الدين وابو العينين. اسماء ابو اليزيد واللي قايمه بدور الاميره جليله. احمد غزي واللي قايم بدور الامير جلال الدين. عمرو عبد الجليل واللي قايم بدور الذهبي، الملك الذهبي. سارة التونسي واللي قايمه بدور ريحانه، ودي هنجيلها كتير. محمود البزاوي واللي قايم بدور رضوان. نورة مهدي واللي قايمه بدور ورد. وليد فواز واللي قايم بدور الجبل. طبعا مسلسل مملكة الحرير من تأليف واخراج المخرج بيتر ميمي، والمسلسل من انتاج منصة يانجو بلاي. ودي اول ايجابيه هنتكلم فيها، هي عن منصة يانجو بلاي. كلنا عارفين ان كان في مشكله بتواجه المنصه في عرض الاعمال بتاعتها، ان هي كانت بتعرض حلقه كل مسلسل. يعني لما كانت بتقدم مسلسل فقرة الساحر كانت بتعرض حلقة كل اسبوع، وده عمل حالة من الملل وعدم الانتظار للحلقات بسبب طول الوقت اللي كانت بتعرض فيه المسلسل. لكن في مسلسل مملكة الحرير نقدر نقول ان هم استجابوا للجمهور، وبقوا بدل ما بيعرضوا حلقة في الاسبوع بقوا يعرضوا 5 حلقات في الاسبوع. مسلسل مملكة الحرير كان بيتعرض من يوم الاحد ليوم الخميس. المسلسل خلص في اسبوعين. وبعد ما تعرفنا على ابطال وصناع مسلسل مملكة الحرير، تعالوا دلوقتي نخش نتكلم بقى في التفاصيل عن قصة واحداث المسلسل، ونخش للشخصيات الرئيسية اللي معانا. الموت داخل على بيوتكم واحد واحد، دم يسيل كفارة عن نظركم لأمير الأرض السوداء. تدور أحداث مسلسل مملكة الحرير في زمن غير معلوم، زمن غير محدد، عن أحداث ملحمية هزيلية. هي هزيلية فعلا وفانتازية جدا، داخل مملكة تسمى بمملكة الحرير، اللي بتبدأ الحلقة بنشوف فيها جريمة قتل. لكن قبل ما نخش لجريمة القتل التانية، في جريمة قتل في أول مشهد، وهي اللي كانت بتلخص حكاية قابيل وهابيل، اللي بنشوف فيها الشر بيقتل الخير. لذلك المسلسل من أول مشهد بيقول لك اللي هيكون الخط المسلسل هو خط الشر، ان ابناء الشر هم اللي هيكونوا، ان الشر هو اللي هيكون منطلق جميع شخصيات الابطال، ان ابناء الشر هم اللي اتولدوا. وخلينا نحط التركيز على مسلسل مملكة الحرير وما نخرجش خارج الاطار ده، وده اللي بيخلينا نروح للمستقبل بعد كده لما نشوف جريمة بيتم قتل فيها الملك نور الدين الثاني، الملك الجلل، على يد اخوه الطامع في العرش والمملكة، الملك الذهبي، اللي قايم بدوره عمرو عبد الجليل. وبعد ما بيقتل اخوه بيحرض الخادم بتاعه او قائد الجيش بتاعه ان هو يروح ويقتل اولاد الملك الجلل، الملك نور الدين اخوه، لان هو شايف ان الولدين دول هم التهديد للعرش بتاعه لو فضلوا عايشين. وهنا الطفلين هم الامير شمس الدين، الطفل ده اللي هيكون بعد كده هو الفنان كريم عبد العزيز شمس الدين، والرضيع اللي لسه مولود جلال الدين، واللي هيكون بعد كده في المستقبل هو احمد غزي. لكن قبل
ما يروح الخادم او قائد الجيش ده او الجندي ده يروح يقتل الاولاد كان في حد واقف وسامعهم، وهو هنا الخادم رضوان طبعا اللي قايم بدوره فنان محمود البزاوي. فلما يسمع ان هو الملك امر بقتل الاطفال بيجري ويروح لمراته سندس اللي قاعده مع الاطفال، وهي هنشوف هنا ان هي قاعده مع 3 اطفال، شمس الدين جلال الدين والاميره جليله اللي هتكون قايمه بدورها بعد كده الفنانه اسماء ابو اليزيد. فرضوان ده بيروح لسندس مراته وبيقول لها ان احنا لازم نهرب بالاطفال او الاولاد بالاخص من المملكه عشان الملك الذهبي قتل اخوه وطلب ان هو يقتل الاولاد. فبتقول له اول حاجه بتخش معاه وبتقول له ان احنا ناخد معانا جليله، لكن بيقول لها جليله مش هي المطلوبه لان هي بنت، مش هيكون عليها اي تهديد على الملك الجديد لان هي بنت. الذهبي قتل الملك، دلوقتي بيدور على الولاد علشان يخلص منهم. فبياخد سندس مراته وبياخد الطفلين وبيهربوا وبيسيبوا جليله في القصر. وخلال الرحله رضوان لكن بيطلع عليهم وهم بيهربوا 2 من قطاع الطرق، فبيضربوا اسهم، واحد بيجي في رضوان وواحد بيجي في سندس، فبيروحوا الاثنين دول وكل واحد فيهم بيتقسموا الاطفال. بنشوف ان اللي قايم بدور الجبل الفنان وليد فواز هيقرر ان هو ياخد الطفل الصغير لمجرد ان هو شاف ان في عليه سلسله ذهب، فقرر ان هو ياخد الطفل الصغير. جلال الامير جلال الدين بعد ما كان مقرر ان هو ياخد الطفل الكبير وقال للراجل اللي معاه ان هو مش هيربي اطفال، لكن لما يشوف السلسله الذهب قرر ياخد الطفل الصغير بيربيه، والطفل الكبير بيروح مع الشخص الثاني وبياخده معاه للبيت وبيروح لمراته. لكن الطفل ده عنده مشكله بتخوف كل الناس، او الناس بتشوف ان هو جني او ان هو ملعون، لان الطفل ده عنده عينين، واحده لونها بني والتانيه لونها ازرق. فمراته بتقول له احنا مش هنربي الطفل ده. وفعلا الطفل بيكبر، والطفل ده هو الامير شمس الدين اللي قايم بدوره الفنان كريم عبد العزيز لما يكبر. وفعلا الطفل ده بيطلع وبيتربى بره، ولكن بيتربى مع العبيد وفي ظروف قاسيه جدا، وان هو بيتعلم القتال باحتراف جدا ويصبح مقاتل في ساحات النزال او ساحات اللي بيتقاتلوا فيها مع بعض، لكنه بيمتلك قدرات عاليه جدا جدا. لكن جلال الدين بيتربى وسط قطاع الطرق بعد ما الجبل وليد فواز خده. وبنشوف ان الجبل عنده بنت اللي هي ورد، وبيتربوا مع بعض، وجلال الدين وورد بيحبوا بعض. لكن في نقطه ان البنت عارفه ان ده مش اخوها، هو اتربى معاها وعارفه سر ان ده امير جلال الدين، وعارفه سر السلسله الملكيه اللي بتدل ان ده امير، لكن مخبيين عليه ومش معرفينه. وزي ما قلت ان ورد هنا هي اللي قايمه بدورها الفنانه نوره مهدي. لكن شخصيه جلال الدين دي هي شخصيه خطيره، شخصيه متمرده، شخصيه متعاليه. هما الاثنين بيتعاملوا مع بعض وبيشتغلوا حراميه ونصابين، وفي الاخر بيجيبوا الحصيله بتاعه العمليات اللي بيعملوها لجبل وهو بيقسمها ما بينهم. اما بقى نروح للاخت الكبيره الاميره جليله اللي عرفنا في الاول خالص ان هي اتثابت في القصر واتربت في القصر مع الملك الذهبي. لما رضوان خد شمس وجلال وهربوا، جليله قعدت لوحدها وبعد كده طلعت وراحت للاوضه اللي الملك الذهبي او ساحه العرش اللي اتقتل فيها ابوها وامها، وبتشوفهم وهم مرميين على الارض. لكن بنشوف ان الملك الذهبي بيحاول يبرر ليها ان هو ملوش دعوه بان هو اللي قتله، وبيتم استغلالها سياسيا في مخططات الذهبي للحفاظ على العرش والنسل الملكي للسيطره على المملكه. فبيقرر ان هو يجوزها ابنه عشان يخلفه ولي العهد. ودي القصه بتاعت احداث المسلسل، واللي هي باختصار 3 اخوات بيتفرقوا عن بعض، فكل واحد بيكبر في مكان وفي بيئه مختلفه عن الثانيه، وكل واحد بيتعلم قدرات مختلفه عن الثاني تجمعهم قدرات واحده وهي القتال. وتبدا احداث مسلسل مملكه الحرير، المسلسل اللي من اول كام حلقه تم حطه في مقارنه مع العمل العظيم الرائع، العظمه لله طبعا، لكن تم مقارنات ان المسلسل مقتبس من جيم اوف ثرونز. انا من وجهه نظري انا شايف ان المقارنه دي ظالمه جدا جدا لمسلسل مملكه الحرير، ومش شايف ان في اي حاجه لها علاقه بجيم اوف ثرونز. الصراع على العرش او الصراع على الحكم او الصراع على المملكه ده شفناه في اعمال كتير جدا جدا جدا. عقده الخواجه، ومحدش يقول لي عقده الخواجه وكده، لو عايز تحطه مش في مقارنه بشيء مشابه، هو مشابه المسلسل الثاني المقتبس من عالم اغنيه الجليد والنار، عالم جيم اوف ثرونز، وهو مسلسل آل التنين، مسلسل هاوس اوف ذا دراجون. الفرق الوحيد ان هنا في مملكه الحرير مفيش تنانين ومفيش الحاجات اللي شفناها هناك. حطه مع مقارنه مع مسلسل العالم يوسف الشريف كفرة الإرهاب. انا من خلال متابعتي محدش هتفكر ان المسلسل القصه الفكره العالم. وليه بقول كده؟ لان انا قبل ما اتفرج على الحلقه الاولى من مسلسل مملكه الحرير
الحرير انا كنت لسه مخلص مسلسل كفر دلهاب 30 حلقه كنت بتفرج عليهم تاني. فلما خلصت كفر دلهاب دخلت على مملكه الحرير. ايه التشابه ده يا جماعه؟ تشابه في القصه، تشابه في الفكره، حتى اسامي الشخصيات. تعالوا كده، انا قلت لكم ان احنا هناخد الحلقه دي واحده واحده عشان انت تسمع وتفهم وتستمتع برضو بالقصه والاحداث. مسلسل كفر دلهاب برضو كان في شخص اللي هو محمد رياض كان قايم بدور شخص اسمه بهاء الدين. بهاء الدين ده قتل اخوه جلال الدين، حتى لاحظ في تشابه الاسماء، هناك شمس الدين وجلال الدين، فبهاء الدين قتلوا جلال الدين وبقى هو مسيطر على كل حاجه. وبرضه بهاء الدين في كفر دلهاب قرر يقتل ابن جلال الدين ومراته، فبعت لها حد من الحرس الشخصي بتاعه يجري وراهم وياخدهم ويقتلهم، لكن الابن بيهرب. الابن هنا هو مين؟ شهاب الدين، لما يكبر هيبقى مين؟ يوسف الشريف، الشخصيه الكبيره. فبعد كده بيقرر ان هو ينتقم عن طريق اللعنه اللي شفناها في مسلسل مملكه الحرير. عن طريق مين؟ ريحانه. ومين بقى اللي كانت عامله لعنه في مسلسل كفر دلهاب؟ البنت المسكينه البريئه اللي كانت شغاله في بيت دعاره برضو، بس قررت ان هي تتوب. ولاد البشوات اصحاب السلطه، واحد ابن قاضي وواحد ابن شيخ الغفر وده تموا عليها، اغتصبوها وقتلوها، فبقت هي اللعنه اللي بتطالب ان حقها يرجع. فمملكه الحرير الشخصيه بتاعت اللعنه اسمها ايه؟ ريحانه، الشخصيه اللي شغاله بيت دعاره اللي هو هناك في مملكه الحرير اسمه ايه؟ اسمه الدكاكين. ريحانه هنا وريحانه هنا. فمسلسل مملكه الحرير لا يقارن بجيم اوف ثرونز او حتى هاوس اوف ذا دراجون. مسلسل مملكه الحرير يقارن بمسلسل كفر دلهاب. اتفرج على العالم. الفرق ان في مملكه الحرير هو مصروف عليه شويه، متصور حلو شويه، والحاجات دي هنجيلها قدام، لكن هي نفس القصه نفس الفكره، صراع برضو ما بين كل واحد بيحاول ان هو يحافظ على المنصب اللي هو فيه وان هو ما يسيبهوش. كفر دلهاب في لعنه، حتى اسم البنت اللي عملت اللعنه ريحانه. الطاعون اللي هو المرض اللي ريحانه نشرته، كفر دلهاب المرض، الفقر، الطاعون، المرض اللي اتنشر وقرر ان هو يتعمل لعنه، مع انه ما كانتش لعنه، كان مرض، بس حولوه لعنه عشان يحققوا من مصالح كفر دلهاب. اتحقق واتعمل لعنه عشان يحقق مصالح شهاب الدين يوسف الشريف عشان يجيب حق. بس عايز قارن بكفر دلهاب. دي حته حبيت انا اقولها والخص الليله دي كلها. تعالوا بقى نرجع لمسلسل مملكه الحرير ونتكلم. شوف بعد كده ان شمس الدين بيكبر، امير بيكبر، جليله بتكبر، وبنشوف ان شمس الدين في جيش العبيد، وبنشوف الامير في مع قطاع الطرق بيسرق وبينهب، وبنشوف الاميره جليله اتجوزت ابن الملك الذهبي وعايزه تخلف منه عشان ابنها يكون هو الوريث عشان تقدر تخلص منهم. هي الوحيده اللي فاكره ان الملك الذهبي قتل ابوها. شمس الدين هو كبير في السن بس هو ناسي الماضي، مش فاكر منه حاجه. امير هو مش ناسي ولا فاكر لان هو كان طفل فمش عارف اي حاجه، ما كانش واعي. لكن هنيجي لحته ابو العينين. طبعا احنا عارفين من الاول ان هو عنده عين زرقاء وعين بني، فمغطي العين الزرقاء عشان اي حد بيشوفه بيقعد يقول لك جني وشيطان وده لازم يتقتل، وهو بيقتلهم هو في الاخر وبيضربهم وبيخلص الدنيا. شفت عين التانية؟ فشمس الدين بيخش القصر وبالصدفة وبالقدر وبيصبح جندي من جنود جيش الملك. وخلال رحلة بيطلعوا في رحلة كده او موكب بعد ما الملك الذهبي بيبعت جليلة، لكن بيتم الجيش العبيد بيهجم عليها واللي بينقذها شمس الدين. أول مرة ولاد الملك يتجمعوا في مكان واحد، تاخده وبتحطه في الحجز، وبعد كده بتقول للحكيم عمر ان هو يروح كمكافأة منه ليه ان هو انقذ حياتها بان هو يخرجه من السجن. لكن الحكيم عمر لما بيروح وبيقول له وريني عينك، وبيوري له عينه وبيشوفه وبيفكره وبيعرف ان هو ده طفل ابن الملك نور الدين، لكن مش بيقول له، وبيرجع يقول لجليلة. فجليلة بتبقى هي فاكرة ان ده اخوها وعارفة ان ده اخوها، فبتؤمر الحكيم ان هو يروح ويقتل شمس الدين، وبما انه هو اخوها والولد فهو الوريث الشرعي للمملكه وهي اللي عايزه تكون الملكه، فبتبعته عشان يقتله. لكن هو مش بيقتله وبيهربه، لكن مش بيقول له هو مين. فالملكه فجليله بتعرف فبتهدد الحكيم بالقتل او حاجه زي كده، لكن بتعدي يعني. بعد كده شمس الدين بيبقى جندي في جنود او الحرس الملكي للملك الذهبي، فبيقرروا ان هم يخرجوا موكب كده، فبيقفوا على الشط. فشمس الدين بيقول لقائد الجيش ان الوقفه هنا غلط، لان هو عارف ان هو كان من جيش العبيد وعارف ان الحته دي جيش العبيد في اي لحظه ممكن يهجم عليها. لكن قائد الجيش مش بيصدقه، وفعلا وقتها الناحيه الثانيه بيكون امير والجبل بيخططوا ان هم يقوموا على الملك. احنا في النهايه قطاع طرق وشويه متمردين نجرهم يحاربوا بطريقتنا.
بيقرر امير يهجم على الملك. ليه؟ لانه بيعرف ان هو الامير جلال الدين بعد ما ورد بتقول له وبتديله السلسله الملكيه اللي هو كان لابسها وهو طفل. فلما بيعرف بيقول لك يا باشا انا الاحق بالعرش، لم لي بقى الجيش اللي معاك ده او بتاع الطرق او جيش العبيد وهنروح نهجم على الموكب. وفعلا بيحط خطه وبيروح يهجم على الموكب الملكي. فعلا بيروحوا وبيقتلوا اغلب الجنود وبيبقى خلاص بينهم وبين الملك امير بيبقى بينه وبين الملك خطوه. لكن مين هنا بيوقف له؟ شمس الدين. هم ما عرفوش ان هم اخوات، بقى بيوقف له شمس الدين وبيديله واحده كده بالسيف. مين بيشوف شمس الدين وهو بينقذه؟ الملك الذهبي وهو قاعد في العربيه بتاعته. بعد كده بيرقيه. اسرع حاجه في المسلسل ده الترقيات. شمس الدين كان كل حلقه، كريم عبد العزيز كان كل حلقه بيترقى. اول حلقه كان عبيد، ولما انقذ الملك بقى قائد جيش الملك. اسرع واحد بيترقى في الدنيا. فنعدي الشبه اللي مجننك هنا. اي حد كان بيقابل شمس الدين من اول المسلسل بيقول له وريني عينك، الا الملك الذهبي مفيش مره قال له وريني عينك، مفيش مره قال له عينك دي بايظه طب هشوفها. الحكيم ساله قبلها، كذا حد ساله في اول المسلسل، في مجموعه من الشباب سالوه ولما شافوه عرفوا جنه وحاولوا يقتلوه قتلهم كلهم الا الملك الذهبي. كان مسلسل يعني مثلا تخيل الملك الذهبي كان قال له يا ابني شيل البتاع وريني عينك قدامي. طبعا شمس الدين مش فاكر اي حاجه او مش فاكر ان ده عمه وقتل ابوه، فبحسن النيه كان هيوريه. الحاجه الوحيده اللي بيخاف منها شمس الدين فكره ان هو زهق من اسطوانه ان اي حد يشوف عينه بيقول له انت جني وبتاع، فزهق من الاسطوانه. لكن الملك لو كان امره ان هو يوري له عينه كان هيوري له عينه. وقتها الملك كان هيعرف ان ده ابن اخوه فكان هيقتله والمسلسل كان يخلص من الحلقه الثانيه وخلص. لكن مفيش. بس هنعدي يعني احنا عدينا الجيم اوف ثرونز برضه يعني ما جاتش على يعني اذا كان جيم اوف ثرونز ذات نفسه كنا بنعدي له حاجات. هنيجي بقى لحاجه هي فكره اللغه في مسلسل اتكلم بشكل عام. فبصوا يا جماعه احنا واخدين كل حاجه واحده واحده وبالتدريج، مش ممكن ما نفوتش حاجه. فالحاجات دي كلها واحداث الحلقات اللي بنتكلم فيها دلوقتي هي بنتكلم فيها بايجابيات وسلبيات. هيبقى في ايجابيات وسلبيات في الاخر حاجات معينه هنتكلم فيها، لكن احنا دلوقتي ماشيين مع احداث المسلسل فبنذكر الايجابيات والسلبيات بخلال الاحداث الحلقه. فالكلام واللغه يا جماعه انا ساعات بحس ان احنا بنتكلم عادي في الحياه بتاعتنا دلوقتي في 2025. المفروض ان عصر قديم مش متحدد الزمن بتاعه، بس احنا في عصر قديم فعلى الاقل يبقى في لغه ثابته. لا ما بيجي هزروا وبتاع، لا يا باشا هزار اتنين صحاب قاعدين على قهوه، فاهم انت ازاي؟ فاللغه عاديه، احنا بنتكلم عادي، بنتكلم براحتنا، مصريين عاديين جدا، باين جدا ان احنا في زمن مصري اصيل في 2025. بعد كده خلال الاحداث بنشوف ريحانه البنت اللي خارجه من بيت الدكاكين. الراجل علاجه ست مش حكيم. ده حقيقي. انا نفسي افهم انت بتعملي كده ليه. انا رايحه القصر حتى لو هموت بعدها. عموما الفرس بيوصل قصر. يبقى الفرس يوصل قصر. البنت اللي ابوها بيبيعهم كعبيد وهم اطفال وبتاع من اجل الفلوس. فالبنت بتتربى في بيت دكاكين. الدكاكين ده اللي هو زي بيت الدعارة يعني. فالبنت بتتربى فيه وبتطلع فيه، لكن عندها اهداف ذكيه، بنت جميله. وطبعا كل تحيه والتقدير للفنانه ساره التونسي اللي قدمت الدور ولا اروع. فريحانه دي هي البنت اللي خارجه من بيت الدكاكين. ابن الملك بكل شويه بيبعت له بنات كده، ولما بيخلصوا اللي بيعملوه الملك الذهبي بيؤمر ان هم يتقتلوا ذبحهم. لكن هي رايحه بخطه ان هي عايزه تروح للملك الذهبي ذات نفسه. بعد ما بتخلص وبيروح عشان يقطعوا راسهم بتضحك او بتاكل بدماغ عقل قائد الجيش ان هي السبب او ان هي الحل اللي هيساعد الملك في مشكلته ان هو مثلا ممكن على ما اتذكر ان هو ما بيخلفش، عنده مشاكل نفسيه بقى. هي بتاكل بدماغ قائد الجيش ان هي اللي عندها الحل، هي اللي هتقدر تساعد الملك. فمش بيخلص عليها وبياخدها للملك، وبتنجح خطتها ان هي تدخل القصر عشان تكون جنب الملك. ليه عشان تكون جنب الملك؟ عشان تكون ملك. لكن خلال رحلتها بتقابل شمس واللي تقع في حبه وهو بيقع في حبها. ممكن ما كانوش قالوا الكلام ده بس واضح ان القصه او ان هي اللي حبته. لان شمس الدين لما يخش القصر هيقابل بنت الملك الذهبي فيروز. طبعا هو شافها لما كان عبد. عايز اقول لك هو دخل القصر الملكي لان بنت الملك لما كانت بتعدي في الشارع عبيد او الناس العاديين، الناس اللي في الشارع بيوطوا راسهم ومش بيبصوا لها، لكن هو رفع راسه وبص لها وعجبته وشاف جمال غير طبيعي. ففي واحد من الحرس شاف ان هو
رفع راسه وبص لها لان مفيش حد من الناس العاديين شاف الملكه دي قبل كده. فالجندي ده خد شمس على جنب وبتاع، حصل بينهم حوار، وبعد كده هو قتله وخد لبسه ودخل بيه القصر على اساس ان هو جندي. بعد كده طلع مع الملك وحصل اللي حصل لحد ما بقى قائد جيش الملك. فشافها اكتر من مره ودخل لها بالسكه وحصل بينهم كلام. بعد كده هنرجع لجليله شويه. جليله بتقول لابن الملك ان هي حامل منه، لكن هو ما قربش منها، فبيقول لها ازاي، بتقول له وانت سكران ومش داري بالدنيا حصل اللي حصل. لكن هي في الحقيقه حصل اللي حصل مع حد تاني، مع جندي. هي كانت عايزه تخلف ولد حتى لو من اي حد، بس هتنسبه لجوزها. لكن تروح تقول له وهو بيصدق، فبيروح يقول لابوه والله يا بابا انا جاي لك ومعايا خبر حلو، انت هتبقى جد والوريث جاي. وانت عرفت ازاي؟ راح قال له جليله قال له انت صدقتها؟ قال له صدقتها. راح مسكه كان هيموته، فقرر ان هو يبعته لجيش العبيد هناك بيضحي بيه من الاخر. ففعلا الواد راح وخد دنيته وراح الناحيه الثانيه عند امير قائد جيش العبيد. واول ما راح لا حارب ولا عمل، راح راكع لامير ورفع سيفه. راح امير ساحب سيفه وراح قتله وخلص منه. طبعا الملك الذهبي عارف ان اللي في بطن جليله مش ابنها، فبيؤمر شمس ان هو يقتل ويجيب رقبه جليله ويرميها للكلاب. فعلا شمس بيروح، لكن شمس فاكر ان جليله هي اللي حررته وانقذت حياته لما هو انقذها وخرجته من السجن، مع انها كانت عايزه تقتله، بس هو لسه فاكر ان الحكيم قال له ان هي هتحررك فهربها. طبعا امير لما بيقتل ابن الملك بياخد كل حاجه ليها علاقه اللبس بتاع الجنود اللي كانوا جايين معاه، وبياخد كل ده وبيقرر اسهل حاجه ممكن تحصل في المملكه دي انك تخش القصر. البس لبس جندي هتخش ومحدش هيسالك انت كنت معانا ولا مش معانا. لابس لبس الجندي بتاع المملكه، انت واحد منا، تبعنا، حبيبنا، اخونا، انت جندي من جنود الملك. بقى بيخشوا القصر وبيبقوا من الجنود وبيخشوا جوه. وطبعا في كده خاين جوه القصر وهو امير، ومعاه الجبل ومعاه ورد وكله اغلب جيش العبيد. طبعا بيسيطروا على جيش الملك، لكن محدش بيكتشف. لكن في الاخر بيكتشف الملك الذهبي ان في خاين، فبيؤمر شمس ان هو يشوفه. لكن امير بيوصل للملك ويخش له وبيتكلم معاه، لكن قبل ما يكتشف ان هو الخاين. وبكده بتخلص الخمس حلقات. الخمس حلقات دول بالذات كانوا محسسني بالبطء في الريتم، اللي هو ما كانوش شدني بس ماسكني ان انا اتابع واكمل المسلسل بتاع مملكه الحريم. كان في حاجه ماسكاني، انا عايز اعرف الاحداث، عايز اعرف قصه، لكن كان الريتم بطيء. فنيجي دلوقتي للخمس حلقات تاني. طبعا مش هنطول فيهم زي كده، بس انا حبيت تفهم الفكره. اسرع 5 حلقات انا شفتهم في اي حاجه. احداث وريتم انت ممكن تقعدها خلصها في موسمين. يعني انت ممكن الاحداث اللي انت خلصتهم في 5 حلقات دول انت ممكن تعمل مسلسل موسمين تكلم فيهم عن الاحداث اللي انت بيتر ميمي جايب السرعه بتاع ال5 حلقات الاخرين على الاخر، ودي واحده من السلبيات. اللي هو ليه يا معلم؟ يعني انت ليه 5 حلقات ريتم بطيء و5 حلقات طياره؟ طب ما توزع الريتم على 10 حلقات. ال5 حلقات الاولين كانوا صراحه فكره ان انا بقول لك ان كريم عبد العزيز كان بكل حلقه بيترقى لحد ما وصل ان هو بقى وزير. بس والسرعه دي هتخليك وهتجبرك كده ان انت تاخد الحلقات ورا بعض، لان انت عايز تعرف ايه اللي هيحصل. هي فيها سلبيه، بس في نفس الوقت انت بترهق المشاهد. ان الاحداث سريعه وبتاع، بس انت في تفاصيل بتعديها، في حاجات غير منطقيه بتحصل، في حاجات هزليه بتحصل، في حاجات هي مش مفهومه بتحصل، مش واقعيه. العالم هزلي وبتاع، بس انت الحلقه السادسه الامير بينقلب على الملك الذهبي لما بيعرفوا ان هو الوريث الشرعي، ان هو الامير جلال الدين، فبياخده وبيحبسه وبيبقى هو الملك. وبعد كده بتيجي بقى الحلقه السابعه، حلقه بعنوان الطاعون. المرض بيبدا ينتشر في البلاد بسبب ريحانه. دي مش هتخلص غير بحل واحد، الطاعون يكمل ويقضي على الكل. أنا الطاعون. ريحانه بتنشر المرض، بتنقلب او ان هي خلاص عايزه تنتقم من شمس الدين لما رفضها، لان هو حب فيروز بنت الملك فرفضها وهي حبته. فبتحصل المعركه بتاعت الاخوات اللي هم الثلاثه بيبقوا مع بعض وفي معركه، فبيجي الطاعون فبيقرروا ان هم يخشوا في هدنه. فرقنا على موت ودينا برضو اتجمعنا على موت. طبعا شمس الدين بره خلاص ما بقاش لا قائد وبتاع، بقى حر، وجلال الدين هو الملك وهي ملكه او قاده جيش العبيد. ازاي بقت قائده؟ في رساله، طبعا ما بيعرفوش يقروا، فاللي هيقرا الرساله دي هو هيبقى قائد جيش العبيد. فهي قريتها فراحوا كلهم اعترفوا ان هي قاده، ان هي هتكون قاده جيش العبيد. وزي دلوقتي انا قلت ان احنا بنتكلم في الحلقه السابعه. دلوقتي طراس 3 اخوات عرفوا بعض ان هم عايشين، وكل واحد واخد باله ان التاني عايز يكون هو الملك. وبعد كده بنشوف ان شمس الدين بيروح
بيروح يزور الملك الذهبي وبيعترف له، بيقول له انا شمس الدين ابن اخوك. فالذهبي بيكلمه وبيقول له انا الاحق بالعرش، اخوك اللي انا قتلته وخدت العرش مكانه انا الاحق بيه. جلال الدين اللي انا قتلته قتل اخوك اللي كان وريث بالعرش وقتل ابوه عشان العرش، فانا الحق بالعرش لان انا قتلت اللي قتل ابويا واخويا. فشمس الدين بيقول له مش فارقه يعني. راح شمس الدين اداله واحده وقتل الملك الذهبي، لكن قبل ما يموت قال له انت الملك ذهبي الجديد، يعني انت الشخص اللي هيقتل اخواته وهيبقى هو الملك، هيعمل نفس اللي الذهبي عمله مع اخوه. بعد كده بنشوف يعني بتخلص بقى الحلقه التاسعه بقى والحلقه ال10 بنتكلم عليهم بفصال. فكره ان هو بنشوف ان الامير ان الملك جلال الدين يقتل فيروز قدام الملك الذهبي، بيقتل بنته قدامه. وبنشوف مشهد واحد من احلى المشاهد اللي عجبتني جدا في المسلسل، شوف شمس الدين شايف ان حبيبته اخوه بيقتلها قدام ابوها، كان مشهد جليلة بقى مش سايبه حد بتقتله، قتلت حبيبها ريان وبعد كده قتلت المساعد بتاعها. واللا منطقيه فكره ان فجاه كده يقول لك والله ريان ليه اخ بس هو كان ملثم يعني وهي بنت، يعني حضرتك ما شفتيش حواجبها، ما خدتيش بالك من الملامح ان هي بنت، ما قلتلهاش حتى شيلي اشوف وشك وبعد كده تقول لها انت اللي هتوصليني للقصر عشان احكم، لان دلوقتي المملكه ملهاش حاكم، لان الملك جلال اصيب بمرض. قال لك والله انا هبقى ملك عادل وهقتل نفسي عشان يقولوا عليا ملك عادل مش بظلم. لكن الجبل وبنته بيخشوا ويقتلوا كل الجنود اللي موجودين وبياخدوه ويهربوا ويرجعوا تاني بيتهم القديم. فالمملكه دلوقتي من غير ملك. فشمس لسه عنده حاله الانتقام ان هو ينتقم لحبيبته. ازاي اقنعتيه يقتل واحده ملهاش اي ذنب؟ جبت منين كل الغل والكره ده؟ منك. بيروح لامير وبياخد ورد ويعلقها كده على حبل مشنقه ويعمل دايره نار ويقول له لو بتحبها تعال انقذها. فبيولع النار وعايزه يعدي، وقبل ما يولع النار كان قال له انت بتحبها دي؟ قال له بحبها جدا، دي حبيبتي، دي ما اقدرش اعيش من غيرها، ده انا اموت. مجرد ان هو ولع النار وقال له يلا عدي عشان تنقذها، جري كده وتردد ووقف. مين اللي انقذها؟ اللي بيحبها ابوها. وطبعا ابوها الجبل وليد فواز، ودخل وضحى بنفسه وانقذ بنته. بعد كده بتقول له طب انت ابويا مات. قال له قعد يقول لها كده هيموت وكده كده، لكن المهم دلوقتي ان احنا ننتقم ونقتل شمس وبتاع. ضحك عليها وهي وافقت انها تنتقم. من الناحيه الثانيه بنشوف ان جليله فعلا بتخش القصر وتقعد على الكرسي، لكن اخت ريان بتكشف لها عن وشها وتقول لها اخويا اتحققت امنيته ان هو كان عايز يشوفك قاعده على الكرسي، كرسي العرش. تعالى دلوقتي هناخد طاري بقى واقتلك عشان انت قتلت اخويا. وراح ضربها سهم لكن ما ماتتش، لان كالعاده جه رضوان. انا مش فاهم رضوان ده موجود في المسلسل عشان ينقذ ولاد الملك، فاخدها وهرب وتقريبا هي ايه وعايشه. فبيجي بقى الحكيم بيفضل يزن على دماغ شمس يقول له يا ابني اتقي الله يا ابني، انت هتبقى امير جميل، انت محترم، انت عشت وسط العبيد وتربيت في القسوه والظلم، انت هتبقى امير صالح هتبقى جميل. فبيقتنع شمس بس ما بيقعدش على الكرسي، بيروح مدي كرسي سيف كده وبيقعد يقول والله الكرسي ده انا اخليه كده عشان كل ما اشوفه افتكر ان السيف ده اللي طالع من الكرسي للمكان اللي بيقعد فيه ان هو بيقتل كل واحد بيقعد عليه. وهنا تيجي الرساله اللي شفناها في جيم اوف ثرونز لما شفنا طبعا السيف هنا بقى، طبعا هنا مفيش تنين، هنا في سيف بقى. فزي ما جيم اوف ثرونز شفنا التنين دروجون راح مسيح العرش الحديدي اللي جاب لنا الصراع وقتل كل اللي قاعد عليه. هنا برضه في مملكه الحرير نغز السيف عشان لما نشوف السيف في الكرسي نقول ان اي حد هيقعد على الكرسي ده هيموت. وبس كده شمس الدين هو ملك الحرير، وينتهي مسلسل مملكه الحرير. وبس كده. تعالوا بقى ايه نقول شويه اجابات صغيرين وسلبيات صغيره اللي هي ايه. احنا ذكرنا اجابات كتير خلال احداث الحلقه، وذكرنا سلبيات كتير خلال احداث الحلقه، لكن في حاجات حط تركيز عليها. هنيجي لاول حاجه وهم الممثلين. انا افضل ممثل بالنسبه لي في مسلسل مملكه الحرير بعيدا بقى عن كل الابطال، بعيدا بقى عن كل الناس دي والصراع بقى وبتاع، وليد فواز هو افضل ممثل بالنسبه لي، وكنت بستنى المشاهد بتاعته عشان اتفرج عليه. والراجل ده كان لازم في المسلسل ده يديله مساحه اكتر من كده، كان محتاج ياخد مساحه يكون موجود فيها خلال احداث المسلسل. واحد من افضل الممثلين في مسلسل مملكه الحرير. يجي بعدهم الفنان كريم محمود عبد العزيز اللي انا شايف
شايف فيه تطور في الاداء، تغيير في الاداء، شفنا كوميديا منه، شفنا دراما منه، شفنا اكشن منه، شفنا تنوع. فبرافو الفنان كريم محمود عبد العزيز، واحنا عايزين نشوف الراجل ده في اعمال كتير، فبجد عمل دور رائع جدا في المسلسل ده. احمد الغزي انا حاسس انه احنا لو انا قلعته اللبس بتاعه اللي هو بتاع العصر اللي هو عايش فيه، انا كاني بشوف شخصيته في فيلم الحريف، نفس النظرات ونفس التعالي، وحاسس انها هي نفس الحكايه. يعني مسلسل قهوه المحطه انا يمكن ما اتفرجتش عليه كله او ما، بس شفت ناس بتتكلم عنه ازاي وشوف بعض المشاهد، لا شفت اداء تمثيلي كان احسن بكتير من مسلسل مملكه الحرير. يمكن في اخر حلقات المسلسل كان اداؤه عجبني، عمل شويه مشاهد دراما، عمل شويه مشاهد عالي شويه. كمجمل لا، حسيت ان في حاجه ناقصه، حسيت ان في اداء تمثيلي كان ممكن يكون احسن وافضل من كده. اسماء ابو بيزيد يا جماعه هي الكريزه اللي كانت فوق التورته، محليا المسلسل بطريقه جميله جدا، استمتعت بادائها جدا، استمتعت بمشاهدها جدا، قدمت اكشن، قدمت دراما، كانت عامله جو في المسلسل، كانت عامله حاله كويسه جدا في المسلسل، ما اتضايقتش منها خالص، ما عنديش عليها، حاسس ان انا ما عنديش عليها تعليقات على ادائها التمثيلي، حاسس ان هي عملت المطلوب منها والله. محمود البزاوي يمكن دي واحد من اقل ادواره خلال الفتره الاخيره، هو ما اقدرش احكم عليه ولا حلو ولا وحش، هو عادي السيمبل بتاع محمود البزاوي، يعني ما اتضايقتش منه خالص تماما، يعني هو كان اضافه كويسه للمسلسل، هو كانت طلته خفيف. اتكلمت على سيناريو ان اول 5 حلقات كانوا بطاء جدا، بس كانوا ماسكيني ان انا اكمل احداث. ال5 حلقات بعد كده صاروخ، ودي هتجيني المشكله بتاعه المخرج بيتر ميمي. تعالوا الاول نتكلم ان انا شفت اخراج كويس جدا، شفت صوره حلوه جدا، شفت اخراج كويس، شفت صوره حلوه، شفت ديكورات حلوه، شفت مناظر جميله، نفس اللي شفته في مسلسل حشاشين. لكن المشكله حلقه الوسط نفس المشكله بتاعه مسلسل حشاشين ومسلسل مملكه الحرير، هي ضعف الحبكه بتاعه القصه والسيناريو والحوار، دول ضعاف جدا. يعني اخر فيلم مشروع اكس نفس المشكله، انت بتوري لي صوره، وري لي عمل ضخم، وريني بتروح تصور وبتعمل مجهود كبير جدا خارج مصر، وبتروح تصور في بلدان كبيره، وبتوريني صوره عظيمه وصوت وديكورات وحاجات كتير. لكن بنيجي للاهم، هي القصه والسيناريو، دول اللي هيبروزوا لك اكتر، دول اللي هيدوا طوق للناس. اشتكت من مسلسل حشاشين في نقص في السيناريو والحوار والحبكه بتاعت القصه، مسلسل مملكه الحرير نفس المشكله، فيلم المشروع اكس نفس المشكله. فانا حاسس بيتر ميمي عنده فكره، بيقترح افكار، بس يقترح فكره ويسيب التاليف والسيناريو حد تاني، يكون هو عنده ابداع اكتر من كده، عنده حكمه اكتر من كده، عنده تماسك للاحداث اكتر من كده، ويكون هو في الاخراج. ما عنديش مشكله، عادي جدا اجيب حد يساعدني، ماشي تمام، انا المؤلف وانا المخرج تمام، بس اجيب حد يساعدني في التاليف. الاخراج بيتر ميمي مش محتاج حد يساعده في الاخراج من ايام مسلسل كلبش، لكن في التاليف والسيناريو مش عيب، عادي لحد ما نوصل للليفل ان انا اقدر اعمل دي كده لوحدي. دي مشكله كبيره جدا بتواجه المخرج الكبير بيتر ميمي خلال الاعمال الاخيره. فاتمنى يعني دي، شوف احنا بنتكلم في ايجابيه وسلبيه، ده شيء مش وحش، عندك ايجابيات كتير جدا، بس في سلبيات بتنقص او بتقل من العمل. وبس كده، نيجي دلوقتي للتقييم. تيم لمسلسل مملكه الحرير 6 من 10، وهو مسلسل جيد تمام، ما اتضايقتش منه، اتفرجت عليه استمتعت بحاجات كتير جدا، كانت تجربه كويسه، حسيت فيها شويه بالامتاع البصري. فبس كده، اتمنى اكون اتكلمت عن كل حاجه ليها علاقه بمسلسل مملكه الحرير. انا ليا ساعه اكتر من ساعه بصور، دي اطول حلقه هتنزل على القناه لحد دلوقتي، فاتمنى تكون الحلقه عجبتك. فلو انت وصلت لحد هنا اصلا يبقى ده مجهود يشكر منك، يعني اشكرك جزيلا جزيلا جزيلا. فاتمنى تكون الحلقه عجبتك، فلو عجبتك تنساش دعمك ليا، ديرا منك ليا، تعمل لايك، تشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم اخوكم اسلام، اشوفكم على خير الحلقات الجايه، سلام.